شفت سيد عبد الحفيظ عمل ايه في عفيفي؟ ما شفتش؟ تعالى اوريك. صباح الخير عليك. خلينا نتفق ان اي مناظره ما بين طرفين، اللي هيكسب المناظره دي يمتلك المعلومات والحقيقه. اما انك تطلع في مناظره وتتكلم في كلام ملوش اي علاقه بالحقيقه، هتخسر المناظره دي. تاني حاجه، تعال نشوف الكابتن ميدو قال ايه على سيد عبد الحفيظ. نرجع تاني. في عدم مجاراة سيد عبد الحفيظ في هذه اللعبة، لأنه أصبح متمرس بشكل كبير جدا في الجيم ده. أنا كراجل زملكاوي أنا بقول لكم، أي حد هيطلع يلعب الجيم ده قدام سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ هيكسبه جامد. محدش يطلع يلعب الجيم ده قدامه. فانت في المناظره لازم تمتلك المعلومات الحقيقيه وتمتلك الارقام. دي رقم واحد. رقم اتنين، انك ما تخشش مناظره مع كابتن سيد عبد الحفيظ،